السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة أولى، يا رب تكونوا بخير. هنبدأ مع بعض chapter 5 and 6 All Man and the Sea. يلا بينا هنذاكر الفوكاب زي ما قلنا كده من الفيديو المرة اللي فاتت، تمام؟ وبعدين the chapter in points. أوكي أهو هنا، تمام؟ اللي بيحصل سانتياغو had been fighting the marlin for 3 long days and a night, and although his body was exhausted هيفضل يحارب في السمكة ويحاول ان هو يصطاد السمكة دي يا ولاد لمدة قد ايه؟ fighting يحارب فيها ويحاول يصطادها لمدة قد ايه؟ لمدة for 3 long days 3 ايام، تمام؟ and exhausted كان تعبان جدا، bleeding كان بينزف، and his spirit remained strong لكن روحه قوية، مش never give up ومش بيستسلم. The marlin circled below the boat. المارلين بدأت تلف حوالين القارب، بس ايه؟ showing the signs of weakness، بدأت تضعف، but it prepared for its final struggle، ولكن مستعدة لقضائها أو آخر حاجة في حياتها، تمام؟ The fish rose to the surface and it was longer than the boat itself. بعدين شفناها طلعت كده في المية قدام the old man، وبعدين it was longer than the boat، دي أكبر من القارب نفسه، تمام؟ سانتياغو respected the fish، كان بيحترمها جدا، and calling his it brother، وكان بيسميها أخويا، and asked it forgive him، قالت لها سامحيني لأن أنا هصطادك. Santiago feared sharks would come, drowned by smell of blood, but he promised to fight them. كان خايف من الشاركس. طب ميس ايه اللي هيجيب الشارك؟ ايه اللي هيجيب القروش؟ اللي هيجيب القروش the smell of blood، ريحة الدم. the smell of blood لأن هو طبعا هي it was hooked، تم اصطيادها بهوك كده، فطبعا أكيد بليد نزفت. At night Santiago felt both peace and sadness، كان حاسس بالسلام وحاسس بالسعادة. Dreaming again of the lions، ويفكر برضو في الأسود، which gave him strength to face what was coming، وده بيديله قوة إنه يقدر يواجه كل الصعوبات اللي جاية. وناخد هنا هنقرأ الشابتر بالتفصيل. Pain is no longer is not an enemy. He thought it tells me what I am that I am alive. الألم مش حاجة وحشة، ده بيدلني وبيرشدني على ان انا لسه عايش في الدنيا. يبقى هو بيقلب الامور، بيقلب الحاجات الصعبه بيعملها حاجات point of strength، نقط قوه عشان تديله ايه؟ courage and hope، تمام؟ ويصطاد المارلين يا ولاد، تمام؟ ناخد الاسئله، هنقرا سؤال باجابه، وقلنا هنقرا الشابتر ان ديتيل لان ده بيدينا تفاصيل وبيخلينا نتعلم. الاسئله دي متجاوبه تحتها، تمام؟ السؤال الأول: How does San Diego vision of the villager reflect his need for dignity؟ إزاي رؤيته للقرويين، الناس اللي هم أهل قريته، كان بيدور على dignity، احترام، لأنهم كانوا بيسخروا منه. بعض الناس some people يعني كانوا respect him، بيحترموه، و some people كانوا بيقولوا عليه unlucky، حتى بيقولوا عليه سالو، يعني إنسان تعيس، تمام؟ فهو كان he needs to prove that he is strong. هو كان عايز يثبت لهم ان انا قوي، انا قوي. Why does Santiago fear the shark؟ خاف ليه من الشارك؟ eat the marlin، لحسن ياكلوا السمكة، تمام؟ How does this chapter connect the idea of survival, sacrifice and honor؟ الشابتر ده بيمثل لنا البقاء، التضحية، الشرف والأمانة. يبقى سانتياغو caught the fish، caught the fish، تمام؟ but respect it، هو اصطاد السمكة لكن بيحترمها. How does the lion of his youth continue to support him؟ ازاي الأسود بيدعموه؟ give him power and strength، وقوة. Do you think Santiago is truly victorious or he had lost more than he gained؟ تفتكر سانتياغو في آخر الرواية دي هيبقى فائز ولا هو خسر أكتر من اللي كسبه؟ لا، he is victorious، تمام؟ اشرح as he could، لأنه قدر catch a big
fish لأنه قدر يصطاد سمكة كبيرة جدا فهو قدر. What signs showed Santiago that the marlin was getting weaker؟ عرف منين إن هي ضعيفة؟ It moved slowly لأنها بدأت تتحرك بالراحة ببطء. What was Santiago reaction when he first saw the marlin size؟ أول ما شاف المارلين كان إيه رد فعله؟ He was amazed. He was إيه؟ amazed. كان مندهش يا ولاد، كان منبهر. What did Santiago think about how the villager would react to his catch؟ هو فكر إن الفيليجر هيقولوا عليه إيه؟ They will admire him. هيعجبوا بيه. وأفضل تقول هيعجبوا بيه. What did Santiago believe shark would come after his victory؟ ليه قال القروش جاية؟ blood. Because of the blood. بسبب الدم. blood يعني دم دبل او. لو الدبل او بقت دبل اي تبقى بليد ينزف. Why did Santiago whisper to himself when the marlin began its final struggle؟ سانتياغو قال لنفسه ايه؟ ان هي ايه؟ ده جايه في الاخر خالص وبدات he said that ايه؟ he would win. قال انا هكسب انا خلاص. it's getting ايه؟ it's getting weaker. هي عماله تضعف وانا هكسب. How did Santiago muscles feel as عضلاته كانت عامله ازاي؟ كرامبل. يعني ايه كرامبل؟ يعني العضلات بتاعته فيها كرامبل، ضعف خلاص مش قادر. What color did the marlin body show؟ لونها ايه؟ لونها سيلفر، فضة. What did Santiago fear would happen because of the blood؟ كان خايف من ايه بسبب الدم؟ sharks. كان خايف من الشاركس، تمام، من القروش. What memory from his youth gave Santiago strength while he rested؟ ايه الافكار اللي كانت بتديله قوه؟ احنا لسه كاتبينها the lions، بس احنا كنا كاتبين العكس. احنا قلنا الاسد بيديله ايه؟ الاسود بيديله strength، تمام. طيب ومين اللي بيديله strength؟ الاسود. يبقى اجيب دي اكتب دي. What did fear would be attracted by the blood؟ كان خايف من الايه؟ من الشاركس. Santiago said we fought نقط فيش. we fought ايه؟ we fought well. احنا حاربنا كويس يا سمكة. Santiago feared that the نقط would come. مين هيجي؟ الشارك. The old man placed his hand on his fish. الأولد مان حط ايده على ايه؟ side، جانب السمكة. Santiago had won the greatest battle. هو كسب المعركة. Santiago won the battle. كسب المعركة. In his dream Santiago saw نقط lions. شوف الأسود. knew the sea would نقط him. قال إن البحر هيختبرني تاني. مش ازاي البحر يختبره؟ البحر اختبره أولاني وهو نجح في إنه يصطاد سمكة كبيرة بالشكل ده، وهيتستهم تاني لما يبعت له الاتاكرز، الهجوم بتاع الشارك. The boat sailed into the نقط carrying the old man and his prize. كان ماشي في الظلام، مش في الغابة طبعا ولا في الصحراء. بعد كده ناخد شابتر 6 هنقرا مع بعض الكلمات ونذاكرها والمصطلحات. ناخد الشابتر in point. Santiago sailed his mill skiff steadily. بدأ يعوم بالقارب بتاعه towards the village، متجه إلى الخروج ووصوله لقريته، تمام، بمنتهى البرايد، الفخر والقوة والعظمة. برايد، فخور باللي هو عمله. He knew that the sea never gave anything freely. عارف إن البحر مش هيديك حاجة مجانا، تمام. feared the scent of blood. كان خايف من ريحة الدم تجيب الشاركس. one soon a mako shark. بعدين طلع له a mako shark appeared. فعلا اللي خاف منه حصل، وريحة الدم جابت attract the sharks. swift powerful flowing trail of the marlin blood. Santiago thought weak and with raw hands prepared his harpoon. حضر الحربة بتاعته to defend his prize، عشان يدافع عن جايزته. يبقى أنا لو أنا معي حاجة كويس قوي وأنا بذاكر وأنا شاطر وداخل عليا فترة امتحانات، هيبقى فيه هجوم عليك إن أنت ما تذاكرش وتسيب كل مجهودك اللي أنت بذلته واللي أنت عملته. لا، حارب تاني. أنت حاربت في إن أنت تذاكر وتتعلم، حاربتي إن أنت تحصل لك كده. افضلي struggle، كافحي، تمام، until you find your prize، لحد ما تجيبي الجايزة بتاعتك وتلاقيها. The shark attacked. بدأت القروش تهجم عليه. Firstly Santiago struck it deep in the head and killed it. وسانتياغو بدأ يقتله. It's staining the sea red. وبعدين البحر اتملى دم أكتر.
من القرش الأولاني. تمام؟ طيب his victory was bitter، كان انتصاره مر، كان انتصاره سيء. ليه؟ ما هو هيجيب شاركس أكتر. تمام؟ the marlin had already lost a large piece of flesh، هو كان بالفعل القرش الأولاني كان أكل منها ياما. فليش يعني لحم، فليش يعني إيه؟ لحم. طيب more sharks soon appeared، ظهرت قروش أكتر including a pair of galanos which tore the marlin body، وبدأوا ياكلوا قطعوا جسمها. تمام؟ سانتياغو fought them، بدأ يحارب فيهم until it broke، من الهربون بتاعته بالحربة بتاعته لحد الحربة بتاعته ما بروك اتكسرت. تمام؟ his knife to an oar to use، هنا الحتة دي مهمة. tied his knife، ربط السكينة بتاعته to an oar، لمجدف من المجدفين اللي هو بيقدف بيهم. تمام؟ use as a spear، تمام؟ عشان يستخدمها كحربة ايه؟ بديلة. he stepped and slashed killing، بدأ يموت في الشاركس واحد ورا التاني واحد ورا التاني. تمام؟ but the battle drained his strength، لكن هو مش قادر خلاص، المعركة drained، قضت على قوته يا ولاد. as our passed، الوقت عمال يعدي، came and thought Santiago fought bravely، وهو عمال يحاربهم بمنتهى القوة. that reduced to half a fish، المارلين بقت نص سمكة، يعني هما تقريبا كده كانوا نصها. تمام؟ half a fish. جميل. exhausted but unyielding، مش بتستسلم. he continued to resist with broken tools relying on his willpower، وعمال مكمل على قوته الإرادية. by nightfall، بالليل مارلين was little more than a skeleton، للأسف بقت المارلين عبارة عن هيكل عظمي، skeleton. تمام؟ وبعدين white in the moonlight، بقى لونها أبيض، of both triumph and tragedy، وده رمز للنصر لأن احنا قدرنا نصطاد سمكة كبيرة بالشكل ده، ومأساة لأنها اتاكلت. تمام؟ سانتياغو wary but undefeated in spirit، هو كان يا عيني ضعيف بس خلاص ضعف خلاص. تمام؟ ولكن برضو روحه قوية. sailed home with dignity، روح بيته بمنتهى الأمانة dignity، بالعظمة. تمام؟ expecting that the boy would help him tomorrow، وقال الولد هيجيني بكرة عشان يساعدني. اوكي؟ برضو give himself hope، بيدي نفسه أمل. جميل. ونقرأ التفاصيل بتاعت الشابتر قلنا لأن ده evolve اللانجوج بتاعتك، بيطورها. تمام. والأسئلة دي متجاوبة. اوكي، ندخل على Do you think Santiago fight against the shark was hopeless or heroic؟ تفتكر محاربته للقروش كانت حاجة بلا أمل ولا كانت حاجة فيها بطولة؟ heroic طبعا heroic. ليه؟ as he لأنه never gave up، لأنه مش بيستسلم. What message does this chapter send about pride and loss؟ الشابتر ده ادانا درسين، علمنا حاجة اسمها الفخر وحاجة اسمها الخسارة. يبقى ايه؟ he was proud of his marlin. تمام؟ but the sharks ate it. تمام؟ but the sharks، وكان فرحان بيها لكن القروش كانت. In what ways is Santiago battle with sharks different from his battle with marlin؟ المعركة اللي ما بينه وما بين المارلين كانت مختلفة عن معركة الشاركس. ليه؟ أقول لك. with marlin it is fair، هو ده العدل كان عدل، إن إحنا بنحارب عشان ناكل ونشرب ونعيش، فكانت المعركة ما بينهم فيها احترام فيها عدل. but the sharks are evil، لكن الحرب مع القروش شريرين. دول بيمثلوا رمز الشر في الدنيا، ان انا ممكن اشتغل واجتهد ويجي ناس ياخدوا مجهودي انا على الفاضي، مش على الفاضي يعني بدون اي مجهود منهم. فهو اللي اصطاد المارلين بس هم اللي جايين ياكلوها. فالقروش هنا بتمثل الظروف الوحشه اللي الانسان ممكن يتحط فيها.
مش ظروف عمله انه بيشتغل وبيتعب وبيشقى، بيبقى رمز الورك العمل هو انه اصطاد السمكه، انما القروش رمز للشر. طيب. Why does Hemingway describe Santiago using even broken piece of wood to fight؟ ليه بيقول ده حتى استخدم الخشب المكسر، حته خشب مكسره عشان يحارب بيها؟ يبقى ايه؟ he never gave up، عشان ده بني ادم عمره ما بيستسلم. What role does dignity play in Santiago battle with the sharks؟ ايه دور الكرامة فيه؟ يبقى he fought، هو حارب strongly، تمام، to show dignity، هو حارب بمنتهى القوة عشان يبين العظمة اللي هو فيها. How does Santiago hope in the boy gave meaning to his suffering؟ ازاي أمله في الولد اداه سبب للمعاناة، ادى معنى للمعاناة؟ يبقى ايه؟ there is always hope، تمام، لان في دايما امل يا ولاد، رغم ان هو مروح ومعاه سكيلتون الهيكل العظمي للسمكه، ما جابش اي حاجه، ما استفادش اي حاجه، لا استفاد انه حارب، وحارب بشرف وبامانه، وكسب احترام الناس، لان الناس شافوا السكيلتون بتاعه بتاع السمكه، وقال الولد جاي لي بكره، فبيدي نفسه هوب ان لسه هو مكمل في الحياه. What does Santiago do when his harpoon breaks؟ He used the knife، استخدم السكينة، tie to oar، وربطها، دي تي، tie to oar، وربطها بأحد المجدفات وكمل. Why does Santiago tie his knife to an oar؟ أهي الإجابة، تمام، ليه كده؟ to complete his war، عشان يكمل الحرب اللي هو بدأها مع القروش. How does Santiago manage to kill one of the galoons؟ قتلهم ازاي؟ بإيه؟ استخدم في الأول هاربون and النايف والأور. What is the effect of each battle on Santiago's strength؟ ما تأثير هذه المعارك على صحته؟ he became، على قوته، weaker، مع كل معركة بيدخلها بيبقى أضعف من اللي قبلها جسديا يعني. طيب. What does Santiago whisper when he admit he was beaten؟ لما اعترف إن هو اتهزم، قال إيه؟ قال it's life، it's إيه؟ life، هي الحياة كده، أنا أشتغل واجتهد وربنا اللي يأمر بيكم. Why does Santiago say he was beaten only by sharks not by fish؟ ممكن أكتب دي هنا كمان، اللي هي it's life، أنا beaten by the sharks not by the fish، الفيش ما هزمتنيش، لا ما هزمتهوش، ده كسب. ليه؟ he could catch it but sharks ate it. فهو بيقول القروش هزمتني، القروش هزمتني، السمكة لأ، ما هو السمكة هو قدر يصطادها لكن القروش كلوها. What weapons does Santiago use after losing his harpoon؟ ايه السلاح اللي كان معاه لما خسر الحربة بتاعته؟ يبقى نايف، تاي تو اور، ربط السكينة بتاعته في خشبة كبيرة وبدأ يقتل بيها الشاركس. What physical signs show Santiago's exhaustion؟ ايه العلامات اللي بانت على جسمه تبين ان هو ضعيف؟ المسلز بتاعته كرامبل، عضلاته بدأت خلاص تتصلب. How is the marlin described by the time nightfall؟ لما جينا على بالليل المارلين كانت عاملة ازاي؟ وايت، كانت بيضة، تمام، سكيلتون، مجرد هيكل عظمي. What is symbolized by the marlin skeleton glowing in the moonlight؟ ده بيدل على ايه؟ الهيكل العظمي ده يدل على ايه؟ يدل that he had a sign of victory،
إن هو ولاد معاه رمز للنصر. أنا جبت سمكة كبيرة، فينها؟ أهي الهيكل بتاعها. تمام؟ ماشي. How does Santiago describe the marlin as both enemy and friend؟ ليه بيقول عليها إنها enemy and إنها friend؟ إزاي؟ هو قال إن هو أولاً he respected it، هو بيحترمها. تمام؟ it is enemy as he must catch it. هو عدو. ليه عدو؟ لأنه هو لازم يصطادها، فهنا عدو لازم يجيبها. وبعدين هي فريند لأن هو ريسبكت، بيحترم. What does Santiago say the shark destroy the marlin but not his bird؟ قال الشاركس كلوا السمكة، دمروا السمكة، لكن مش كرامتي. أيوه، ليه بقى؟ هقول لك. لأن هي at the end of it، في النهاية خالص بتاعت الستوري دي، he could catch it. لأني برضو مهما انتوا عملتوا وكلتوها أنا برضو اصطدتها. طيب how does Santiago thought of the boy give him hope؟ ليه أو زي ما قلنا في الأول، ليه تفكيره في الولد ده بيديله أمل؟ يبقى إيه؟ it gave him a reason to continue life. هتكمل ليه بعد كل الحرب اللي انت خسرتها دي؟ هكمل والولد هيجي يزورني وانا هعيش تاني يبقى بيدي نفسه hope. What does Santiago mean when he says tomorrow he will help me؟ قصده ايه؟ ان بكره الولد هيساعدني. يعني ايه؟ زي ما قلنا gave himself hope to continue life. هو بيقول الولد هيجي بكره وهيساعدني، يبقى لسه يوم جديد بحياة جديدة وهكمل. What kind of sharks attack the mako after the mako؟ بعد كده اهي the gala nose، شوف النوز. What part of the marlin remained؟ ايه اللي فضل من البارلين؟ ايه اللي فضل منها؟ the whole fish just defines only the head and the backbone، الهيكل العظمي بس اللي فضل منه، هو ده اللي فضل. What did Santiago use after the ore spear broke؟ بعد ما الحربة بتاعته اتكسرت هو استخدم ايه بعدها؟ the till broken wood nets and his bare hands and the stones، استخدم الخشب المكسر. What was left of the marlin؟ ايه اللي فضل من المارلين؟ هنقول skeleton اللي هو الهيكل العظمي بتاعها. The giant marlin was tied and its body looked نقط in the sunlight. looked ايه؟ silver. looked ايه؟ silver. Santiago knew that the scent of blood، ريحة الدم هتجيبهم تاني. The mako shark was described as، الماكو شارك ده كان ايه يا ولاد؟ كان فوست، كان سريع. تمام. سانتياغو drove his نقط deep into the shark، كان بيحط الهاربون بتاعته. when the shark died the sea turned، اول ما القرش مات البحر كله بقى ممكن نقول عليه ليزي. طيب سانتياغو failed نقط when he saw the marlin losing fish، حس بايه يا ولاد؟ حس بالغضب طبعا، الحزن. لا saw the marlin losing fish بتفقد في، حس بالسرور بالحزن. سانتياغو tied his knife، ربط السكينة بتاعته. at night the marlin was a skeleton، just a skeleton، هيكل عظمي. but they could not destroy his، هم مش هيقدروا يدمروا عزته وفخره بنفسه. تمام كده. بتسل بالتوفيق يا رب. سنة أولى شد حيلكم في امتحان نص السنة وإن شاء الله تجيبوا أعلى الدرجات. القصة سهلة، أبسط الكلمات هتخلي المصحح يديك الدرجة. تمام، بس اكتب كلام منطقي وكلام سهل زي ما احنا متعودين نعمل كده. عندكم أي استفسار كلموني. بالتوفيق يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.